السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جيت لكم النهارده بقى في فيديو جديد بشارك معاكم اليوم كده. عندي كده انفار شغالة في الغيط كده بيطلعوا محصول القمح من الارض يعني وكده. ف بعمل لهم بقى اكل عشان ساعة ما يطلعوا من الارض يجي على طول ياكلوا. آه، بنطلع محصول القمح يعني بندرس يعني. فهعمل كده محشي احنا كده قبلها بيوم، فقلت اجهز حاجتي على بيات يعني عشان ما ياخدش معايا وقت وكده. فجبت كده كرنب كده زي ما انتوا شايفين بقى، هسلقه، حط له ميه على النار فيها ملح وليمون علشان اغليها، وعشان لما تغلي يعني الحله ما تزرقش كده. معايا الطماطم، طلعتها طماطم حمرا كده شاريها علشان المحشي وكده. وطلعت كمان الفراخ بتاعتي عشان تلحق تفك واتبلها. هعمل محشي وفراخ مشويه. وطلعت كمان مع الطماطم كده كيس صلصة كنت مخزناه في الفريزر. الفراخ بتاعتي بقى ايه، طلعتها كده، احنا كنا قبلها بيوم العصر، فطلعتها كده عشان تلحق تفك. وكل ما تعملي التتبيلة وتقعدي فيها الفراخ كل ما تديكي طعم حلو قوي. جبت 3 بصلات كده في الكبة فرمتهم زي ما انتوا شايفين. وهقلي بقى للمحشي او هعمل التسبيكة بتاعة المحشي. الكرنب ده كده بقى هقطعه كده، هقطع الراس بتاعته كده من النص علشان اسلقه زي ما هو كده. وكمان البتنجان اللي انا كنت شاريه اللي كنت وريته لكم في الفيديو اللي فات. خلاص كده البصله بتاعتي اخدت لون، انا مش عاوزاها تحمر قوي. خدت لون، نزلت عليها كده انا فرمه الطماطم فيها توم وفيها فلفل حامي وفلفل بارد. نزلت عليه على طول بالطماطم. وحطيت الكيس الصلصه اللي كنت مطلعاه كمان. وكمان حطيت التوابل بتاعتي بقى، كمون وفلفل اسود، 7 بهارات وبابريكا وملح. هسيبها بقى لحد لما تتسبك، واكون كمان سلقت الورق. غسلت كمية الرز اللي انا محتاجاها وسبتها كده في المصفى تصفي اي مية فيها. ودول الخضرة بتاعتي اللي انا شاريها امبارح من السوق. كده خلاص انا بسلق الكرنب زي ما انتوا شايفين كده. انا بصراحة يعني كنت عاوزة اسرح الغيط علشان اصور لكم كده وهم شغالين، لكن ما لحقتش اروح يعني. كنت بجهز الغدا وكده فما سرحتش. كده خلاص سلقت كمية كرنب حلوة، هطلعها بقى لحماتي كده وهي قاعدة برا تقطعها. وكمان الصلصة بتاعتي اتسبكت وبقت زي الفل كده زي ما انتوا شايفين. انا في اليوم ده بقى كنت صاحية بدري، صاحية الفجر، وطول اليوم كان شغل. كان في برضو انفار بتربط القمح في الخيط، فكنت عامله لهم برضو معمر وبطاطس وبيض وكده، سرحتهم معاهم وهم رايحين. اسفه يعني لو صوتي متغير عشان تعبانه. كنت اليوم ده صاحيه بدري بقول لكم. آه خلاص كده قلبت الرز كده والخضره في قلب الصلصه بتاعت المحشي. وجهزت الحلل كده، حطيت في قلبها العيدان بتاعت الخضرة وجزر وفلفل وطماطم. مش هحط بصل علشان انا هبيته، فالبصل ممكن يعمل ريحة يعني. حماتي كمان بقى صحت بدري. خبزت لهم كده قرص سخنة وجبنة ومربى وحلاوة وكده، خدوهم معاهم وشاي خدوهم معاهم وهم سارحين الفجر. ده النهاردة بقى اللي هو يوم الجمعة. على ما احنا بقى على هما يخلصوا يكون احنا ايه، يعني يكون انا سويت الاكل يعني زي ما انتوا شايفين كده. خلصت المحشي واشطب بقى المواعين اللي في الحوض ديت واخلص ده كله. ونرجع بقى كده للفراخ بعد ما فكت. انا عملت لها محلول نقع كده عبارة عن معلقة سكر على معلقة ملح على عصير ليمونة على ورقتين كده من اللورة على عود قرفة. ونقعت فوق الفراخ كده من الظهر لما للعصر، احنا دلوقتي العصر. غسلت الحوض كويس بعد ما غسلت المواعين. فضيت بقى الفراخ كده في الحوض عشان اشطفها كويس شطفة كويسة. وشرحها كده، اعمل لها فتحات فيها علشان وهي بتستوي يعني. ما عادش فيها ريحة اي زفرة خالص. عملت بقى التتبيلة بتاعتي عبارة عن بصل وطماطم
انا يعني ما عملتهاش معاكم عشان عملتها معاكم في فيديوهات قبل كده. التتبيله العاديه خالص، بصل وطماطم وتوم وليمون والتوابل بتاعتك بقى، وشويه كده من الباربيكيو صوص وعسل اسود وخل ولبن. حطيت كوبايه لبن ما كانش عندي زبادي. فرمتهم كده كويس في الخلاط مع التوابل بقى، كل التوابل اللي عندك حطيها، ونزلت بيها كده فوق الفراخ. هتبلها كويس وادخل كده التتبيله جوه في قلب الفتحات اللي انا عملتها دي، وهدخلها بقى التلاجة لحد تاني يوم. تبلها بقى كده زي ما انتوا شايفين. هو ما تعرفيش والله هو كان غدا ولا كان فطار، لان هم كانوا سارحين الفجر، فخلصوا كده على الساعة 10 وجم على طول. كان الاكل جاهز وحطت لهم الاكل على طول. يعني انا دلوقتي بسجل معاكم الفيديو وسايبه المطبخ ملان مواعين عشان مش قادره بجد اقف اغسله، فقلت هرتاح شويه وبعد كده نبقى نغسله، يعني المواعين مش هتطير. فدلوقتي بقى تاني يوم الصبح الساعه 8، بعد ما الرجاله كده سرحوا، قمت بقى علشان اجهز الاكل. ولعت كده على المحشي، طلعت شوربه من الفريزر وسبتها كده على النار تغلي، وبعدين بقى حطيت الفراخ في الفرن. وهنا المحشي كده كنت بسويه. ولعت على حله ولسه، ولعت على حلتين ولسه حله. دي شوربه بط كده كنت عيناها في الفريزر. خلاص الفراخ بتاعتي اتشوت وطلعت كده زي ما انتم شايفين. ريحتها كانت قلب الدنيا وجميله جدا. اتمنى تجربوا الوصفه دي، ومستويه وزي الفل. هي يعني خدت لون من تحت زياده شويه على ما حمرت يعني. كده خلاص الناس كانوا وصلوا تحت وبينزلوا القمح يدخلوه جوه، وانا كنت بجهز بقى الاكل. خلاص كانوا هنا كلوا، وده المحشي اللي كان باقي كنت فضيته كده في حاجه علشان اعينه. بجد شويه محشي زي العسل. اتمنى الفيديو يعجبكم. شايفين بقى المواعين دي كلها لسه ما غسلتهاش. قلت بقى هريح عشان بقالي يومين كده بصحى من الفجر، فقلت بقى هريح وبعد كده بقوم العصر ولا حاجه ابقى اغسلهم او بالليل. بألف وهنا وشفا للي كان اي حاجه، وكل سنه وانتم طيبين. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد. منسوش بقى لايك وشير لو عجبكم الفيديو. اشوفكم على خير، مع السلامه.